وادي قاعده. بقول لكم يا جماعه، اليومين دول بدور على زريبه، لو حد يعرف لي زريبه بسعر حنين كده يقول لي، يبعت لي في الكومنتات يقول لي. اصلا انا نويت اغير لكم مكان التصوير بتاعي. لاحظت امبارح ان ايه زعلانه، بتقول لك انت عماله تصوري وتغيظي في الناس. بتغيظي في الناس ليه؟ طب وانتوا ايه اللي غيظكم يا حبيبتي؟ انت ايه اللي يغيظك؟ انا بصور لكم المكان اللي انا قاعده فيه، بصور لكم اماكن اللي انا عايشه فيها. انت متغاظه ليه بقى يا ايه؟ اديني قعدت لك على الرصيف اهو كده. حلو؟ عاجبك كده يا ايه؟ ردي عليا، عاجبك الرصيف ولا مش عاجبك؟ لا، هتقول لك حسب الله ونعم الوكيل. دلوقتي مصورين الرصيف فيه زرع، حسب الله ونعم الوكيل فيكي. طب اعمل لك ايه يا ايه؟ يا ايه ده انا كل ده مراعيه مشاعرك يا حبيبتي. امال لو لبست لك حبه الفساتين بتوعي وعملت لكم الحبه بتوعي وشويه الذهب بتاعي هتعملي ايه؟ هتولعي في نفسك يا ايه؟ طب انا مالي؟ انت بصرم، انا مالي يا ايه؟ انا ذنبي ايه دلوقتي؟ وبعدين يا ايه، انا بصور لكم حبيبتي عشان تفرحوا، بوريكم اماكن جديده، انا مش قصدي اغيظكم، انت اللي بتتغاظي. طب انا هعمل لك ايه؟ حلو الرصيف ولا اغير لك الرصيف كمان؟ ولا انت عايزاني اصور لك من زريبه؟ ايه اللي يرضيكي؟ قولي لي انت ايه اللي يرضيكي وانا اعمله. ايه اللي يرضيكي؟ انا قعدت لك على الرصيف اهو، بصور لك من على الرصيف عشان اراعي احاسيسك ومشاعرك. مبسوطه كده يا ايه؟ امال يا بت لو لبست لك الفساتين بتاعتي هتعملي ايه؟ ده انا كل ده مراعيه مشاعرك ومشاعر اللي زيك، ونازله لكم بحته بالجلابيه اهو، نازله السوق بالجلابيه البيتي. امال لما بلبس لكم شويه الفساتين بقى بتوعي واعمل لكم الحبه بتوعي وشويه الذهبات هتعملوا ايه؟ هتعملي ايه؟ ما تحاولي تفرحي. افرحي كده، افرحي معانا. انا بصور لكم ده عشان تفرحوا معايا، عشان تنبسطوا معايا، مش عشان اغيظكم. انا مش قصدي اغيظ حد، هو ربنا كتب لي عيش هنا. طب انا هعمل لك ايه؟ لازم اروح اجر لك زريبه يعني عشان اصور لك منها عشان انت تبقي راضيه كده ومرتاحه وما تدعيش عليا؟ ادعي على التايه. انا عايزاكي تدعي كده وكم كومنت حلوين كده، عايزين نعلي الريتش. جاتكوني لا بصباحاتكم.